السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني وأصدقائي ومتابعيني الكرام بالوطن العربي وبالعالم وبالمجرة كلها. سلامي لكم حبايب قلبي. حبايبي، موضوع حلقتنا اليوم عن هذا الآدمي البلو فرونتد، تمام، الأرجنتيني. وفي منه كمان البلو فرونتد البرازيلي، تمام، وفي اليلو فيس. يعني 3 أنواع من البلو فرونتد. اللي بيميز الأرجنتيني عن البرازيلي، الارجنتيني مثل ما لنا شايفين الزرق من على جبينه ومن تحت تمه، تمام. والبرازيلي اصدقائي، البرازيلي في عنده فقط من على جبينه شوية ازرق، من تحت ما عنده لون ازرق، تمام. اذا اليوم موضوعنا هذا الصديق الجديد اللي مروض، يعني مو مروض، اليف نصف الافه، تمام. ما بيعض، شوفوا مثل ما لنا شايفين عض ما في، ولكن بخاف، ما بيطلع على الايد، ما بياكل، ما بيحاول يخلي حدا يمسد له. فانا شوي شوي اليوم بدي اشتغل فيه، تمام، مشان اضبط له اوضاع، وخليكم معي لنعمله شغله غير شكل. ولا حبايب قلبي، كيف بدنا نبدا معه؟ شوفوا مثل ما حكينا انه ما عم يرضى يطلع على الايد، ولا عم يقبل تمسيد، ولا هالقصص هي كلياتها. شوفوا قديش بخاف، تمام. تمام. يلا 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 يلا. شوفوا بخوف عم يطلع على الايد، تمام. رح ضل هيك انا عم بلعب انا وياه هيك، مسد له واحكي معه كلام حلو يعني، وهدي له نفسيته هيك، تمام. عض ما في مثل ما حكيت، بس هلا هو كثير خايف، ما في مشكله، بنروح له هذا الخوف. يلا حبيبي 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 حبيبي. يعني بخاف من الايد كثير، ها ليكو. ممكن تقربوا هيك لعندي شوي الكاميرا، ها. تمام تمام حبيبي حبيبي. يلا يلا، شاطر 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 شاطر. يعني بدنا نضلنا عم نعمل معه هيك محاولات وهكذا، واطلع على ايدي بالذوق، شوي شوي، مثل ما انا شايفين، يعني شوي شوي يعني بصير، ما في اي مشكلة اصدقائي. المدرب الناجح، هي خذوها نقطة، المدرب الناجح عنده صبر، بضل على الشغلة على الموضوع حتى يساويه تماما. يعني بالنسبة لموضوعنا هيك بالترويض بده يضل مثابر عليه، تمام أصدقائي. مثل ما حكينا، المروض الناجح ما بيفشل ولا بيستسلم، تمام. يلا حبيبي، يلا لا تخاف لا تخاف لا تخاف. بابا يلا لا تخاف، اطلع هون تعال. برافو. يلا أصدقائي، شوفوا كيف وصلنا نحن وياه لبعد ساعة بالضبط. هادي جدا ممتاز، وعم بقدر لحمس له بدون كفوف، وما في أي خطر بالنسبة للعض ولهالمشاكل هي اللي نحن بنعاني منها، تمام. لأنه أنا مثل ما ذكرت لكم وحكيت لكم، عض ما بيعض، بس ولكن ممكن على المضايقة شوي صغيرة، ما في مشكلة. تخلصنا منها بإذن الله تعالى هاي الأمور كلها، والخوف عم يروح منه شوي شوي، تمام. يا ريت تمشوا مثل ما أنا بوصيكم على طول بحلقاتي وبالفيديوهات أصدقائي، وما تغيروا بأي شيء بالترويض. وإذا واجهتوا أي مشكلة أو أي شغلة بدكم تستفسروا فيها، يا ريت تتواصلوا معي وتكتبوا لي بالتعليقات. وكان معكم أخوكم أحمد أبو عمار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.